السلام عليكم حبايبنا الكرام، اخباركم ايه؟ وحشتونا وحشتونا وحشتونا. درس النهارده يا شباب بيحكي عن تكوين جمله. يعني ايه تكوين جمله؟ الاول في جمله مفيده وفي جمله غير مفيده. تمام؟ الجمله الغير مفيده لما تقول ذهبت انا وابي. تمام؟ ذهبت انا وابي. تمام، انا عرفت انك ذهبت انت وابيك، لكن ذهبت انت وابيك فين؟ فين ذهبت انت وابيك؟ هنا انا واقف محتار. لما تبقى جمله مفيده يبقى ذهبت انا وابي الى العمل مثلا، يعني الى الحقل، الى المدرسه. تمام كده؟ عرفت انتوا ذهبتوا فين. كده اصبحت جمله مفيده. تمام؟ انا واختي. انت واختك ايه؟ انا واختي. انت واختك. كده انا ما فهمتش حاجه، لازم احط هنا اختيار عشان اعرف انت واختك كنت بتعمل ايه. انا واختي كنا نلعب، كنا نذاكر، نلهو. ماشي كده؟ عرفت انت واختك بتعمل ايه، اصبحت الجمله مفيده. طب يعني ايه تكوين جمله؟ تكوين جمله لما تقول مثلا انا بس شرط الى نفسك، انا اعوذ بالله من قولة انا. طب انت ايه؟ كده وقفت مش مفهوم. انت ايه؟ عايزين نعرف انت ايه. انا دي انا ذهبت. تمام؟ طيب انت ذهبت كده يعني اصبحت الجمله اهي بدأت تظهر. انت ذهبت، رحت فين؟ الى المدرسه. الى الايه؟ الى المدرسه مثلا، الى الحقل، الى الدرس. يبقى انا عرفت انت ذهبت ايه، رحت فين. ماشي؟ تمام كده؟ انا والمستر. ايه انت والمستر؟ ما فهمتش يعني ايه انت والمستر. عايز افهم انا والمستر يعني ايه انت والمستر. ذهبنا الى المدرسة، ذهبنا الى البيت، ذهبنا الى رحلة، ذهبنا كده بتظبط الايه، بتظبط الجملة. تمام يا شباب؟ كنت العب. يعني ايه كنت العب؟ كنت العب انا ما فهمتش. كنت بتلعب مع مين؟ كنت بتلعب ايه؟ كنت بتلعب فين؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ الإجابة بتاعتك إيه؟ أدرس مثلا في الدراسة، ولا أعمل قطاع خاص، ولا أعمل قطاع حكومي؟ عشان نوضح الجملة لازم نبين الحروف المفيدة في بعض الكلمات. كنت ألعب مع أصدقائي مثلا، كنت ألعب في الملعب. تمام يا شباب؟ لما تقول لي مثلا ذهبت مع أصدقائي، طيب أنا دلوقتي ذهبت لوحدها ما تنفعش. طيب مع بدأت توضح، أصدقائي هنا بدأت تتكون الجملة. ذهبت فين مع أصدقائك بقى؟ في هنا نقط ناقصة عايزة تكمل. ذهبت مع أصدقائي، ذهبت فين مع أصدقائك؟ إلى رحلة، إلى فسحة، إلى الملعب، إلى البيت. تمام كده؟ تبان معاك الإيه؟ تبان معاك الجملة وتفهم يعني إيه محتوى الجملة وبينشد لإيه بالظبط. تمام؟ رأيت أبي، رأيت المستر، رأيت المدرسة، رأيت معلمي، رأيت أختي. كل دي تتكون جمل في الكمالة بتاعتها.
تمام. رأيت أبي، رأيته فين؟ أو رأيته بيعمل إيه؟ كمل النقط دي. رأيت المستر فين؟ رأيت المدرسة، رأيت معلمي. كل دي محتاجة نقط، عايزة تكمل النقط دي. تمام كده؟ نفس الكلام مع ايه؟ مع ابي، مع امي، مع اخي، مع معلمي، مع صديقي. دي كلها تقدر تكمل منها الجملة بتاعتك، وتقدر تكون اي جملة انت عايزها في اي حاجة تتكلم فيها. النقط دي كملها انت بقى براحتك. اكتب لي في الكومنتات النقط دي هتكملها ايه. دي مع كلها، مع ابي ايه، مع امي ايه، مع اخي ايه، مع معلمي ايه، مع صديقي ايه. كمل لي الجمل دي عشان نفهم مع بعض، هنعرف نكون جملة ولا لا. تمام. احفظ الجمل دي وكملها لي في الكومنتات. تمام يا شباب. لو كنت تابعت الدرس الرابع كنت عرفت تكوين الحروف وهتعرف تكون الجملة بكل سهولة. ارجع للدرس اللي فات، الدرس الرابع، هتفهم انا عايز اوصلك لايه. تمام كده. لما تحب تكون جملة ابدأ بالإشارة، هتعرف تكون اي جملة انت عايز تكونها. ابدأ بالهدف، ابدأ بإشارة. انا، هما، كانوا، او المدرسة، او ابي، او معلمي، او الشارع. وابدأ شوف انت عايز ايه من المدرسة. عايز توضح مثلا مدرستي جميلة. عايز تقول حديقتنا، مالها حديقتكم؟ حديقتنا جميلة، حديقتنا كبيرة، حديقتنا واسعة، حديقتنا بها أشجار. ماشي. هتكتب الشارع، ماله الشارع؟ اكتب صفة في الشارع توضح وتكمل الجملة بتاعتك. هتكتب معلمي، أو أنا ومعلمي، أو ذهب معلمي، ماله ذهب؟ فين معلمك؟ ذهب إلى العمل. أو معلمي كان يصلي، معلمي كان يعمل في كذا، أو معلمي يعمل في كذا. تمام كده. بالطريقة دي وبسهولة هتقدر من أي كلمات، أنا، أو مع، أو نحن، أو ولكن، أو هؤلاء. تمام كده. هتقدر تكمل بعديها وتكون أي جملة أنت عايزها هنا في النقط دي. اكتب أنا وأصدقائي كذا كذا كذا، مع أبي أو مع معلمي أو كذا كذا كذا. نحن كنا نمرح، نجري، نلعب، نذاكر. ولكن ولكن دي تعتبر كمالة. ولكن جاءنا المستر، ولكن حضر أبي، ولكن سافرنا للخارج، ولكن أكملنا الدراسة. تمام. ولكن أعمل، ولكن أدرس. هؤلاء دي بتشير للمجموعة، ناس كتير أو زمايل كتير ليك أو طلاب كتير على حسب الجملة اللي أنت هتكملها. تمام. هؤلاء دي بتشير لناس ياما. هؤلاء كانوا يمرحون، كانوا يلعبون، كانوا يعملون. لازم تكمل الجملة بالتجمع. تمام يا شباب. ما تنساش الاشتراك وتابع معايا عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله.